وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنجاوب على التعليقات اللي جت في الفيديو الاخير. اغلبها انا يعني جاوبت عليها في التعليق، ودلوقتي بقية الاسماء هنزلها في الفيديو على حسب رغبة الناس اللي هي مش بتحب ان انا اجاوبها في التعليق. اللي داخل جديد ومش عارف انا باخد الخيرة ازاي، انا باخدها باسمك، اسم والدتك، السؤال اللي انت عايزه بتكتبه، انا برد عليه زي ما انا ما برد في الفيديو دلوقتي. لان في ناس برضو داخلة بتكتب السؤال ومش بتكتب الاسم، اما بتكتب اسمها واسم فلان بدون اسم الام. فده طبعا يا جماعة ما ينفعش. ان انا نبهت كتير في الفيديوهات وبقول تاني انا باخد الخيرة ازاي، علشان بس الناس ما تتلخبطش. والناس اللي هي بتقول انا اتأخرت عليها ومش برد، فبرد علشان سؤالك ناقص. انت بترسلي اسم بس ومش بترسلي الاسم التاني اللي هو اسم الوالدة او اسم الشخص التاني اللي انت عايز ترجعي له والكلام ده. فبضطر ان انا ما اقدرش اجاوب على السؤال. لازم السؤال يكون كامل زي ما انا قلت، اسمك، اسم الوالدة، السؤال اللي انت عايزاه. هنبتدي دلوقتي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وأول حساب معايا حبيبة ماما ونبض بابا عن النقل لبيت جديد. حبيبتي هو مفيش نقل لبيت جديد لفترة طويلة، مش بس السنة دي. حساب ثقتي بربي عن الرجوع. في رجوع ما بينك انت والشخص ده بس بعيد شوية مش قريب يعني. حساب كوكا عبد الكريم، مكتوب بالانجليش عن الرجوع. مفيش رجوع ما بينكم، الشخص ده كمان مش من اسمتك في الزواج. حساب انجينيرينج لولو، مكتوب بالانجليش عن السفر، مفيش سفر السنة دي. حساب سؤال عن الاسم، في زواج ما بينك انت والشخص ده، هو نصيبك في الزواج. حساب ريري مكتوب بالانجليش عن الزواج، مفيش زواج ما بينك انت وشخص رسلتي اسمه. حساب نهى الجمال عن الوظيفة، احتمال يكون في وظيفة قريب. حساب اتش ام عن الاسم. حبيبتي هو الواضح قدامي ان الشخص اللي هو اسمه احمد هو اسمتك في الزواج زي ما كان واضح قدامي المرة اللي فاتت، ولكن الزواج هيكون بعد وقت طويل. امتى وازاي دي الله اعلم بيها، هو اللي يدبرها. حساب تونة تونة عن الاسم، مفيش زواج يا حبيبتي السنة دي ومفيش عندك اي سبب لتأخير الزواج. حساب جوهرة الجنة عن الاسم، مفيش زواج السنة دي وما عندكيش اي عارض يأخر زواجك. زواجك هيكون من شخص غريب هيحبك، هتعيشي معاه في بيت اهله ان شاء الله، مفيش مشاكل الا القليل اللي هي المشاكل العادية بتاعت الازواج، مش هتكون كبيرة تؤدي للطلاق ولا حاجة. الحمد لله مفيش اي حاجة من الكلام ده. في ما بينكم اطفال يا رب دايما بالسعادة دايما. حساب نجلاء صالح سيد، مكتوب الانجليش عن الرجوع، مفيش رجوع. وفي اسم الجواز ما بين الشخصين اللي انت ذكرتي اسمهم في التعليق، يعني ما بينك انت والشخص التاني مفيش رجوع. اما الشخصين اللي انت رسلتي اسمهم في التعليق دول في اسم ما بينهم. حساب مريم علي عن الزواج، مفيش زواج ما بينك انت والشخص اللي رسلتي اسمه في التعليق. حساب ابتسام عبد القاسم، في شخص متقدم لي، هو الشخص ده اسمتك في الجواز، واذا كنتي مش بتحبيه دلوقتي فهو هيكون في حب ما بعد الجواز. لان الشخص ده هيحبك وانت كمان هتحبيه، يعني بطباعه الكويسة معاكي والطيبة معاكي هتحببك فيه. اما حبيبك السابق فمفيش اسم الجواز ما بينكم ومفيش رجوع. حساب حمودي البرسونيستي عن الزواج، في زواج ما بينكم، احتمال يكون على اواخر السنة دي اما بداية السنة الجديدة، وفي نجاح ليك ان شاء الله في الدراسة. حساب تميمي عن الدراسة، مفيش رجوع يا حبيبتي في الدراسة، يعني مرة تانية هتفضلي زي ما انتي. حساب هند ابو عن حياتها هي وزوجها،
تقريبا في مشاكل ما بينكم، مشاكل دي مشاكل عادية، يعني لا في سحر ولا في عين عليكم ولا حاجة ولا في لبس ولا اي حاجة. هي مجرد مشاكل عادية. ممكن انت تعملي ايه؟ يعني ممكن تكون طاقة سلبية ما بينكم انتوا الاتنين مكتسبينها من حاجات خطأ انتوا بتعملوها. ممكن يكون مفيش استغفار دايما، مفيش تسبيح، ممكن يكون صلاتكم مش منتظمة. إيه الكلام ده كله. ممكن تكونوا مش بتشغلوا قرآن في البيت، فحاولوا ان انتوا تشغلوا سورة البقرة دايما. حساب حلم الضائع عن الرجوع. هو في رجوع ولكن بعد وقت طويل. حساب نورة عمر عن الزواج، مفيش زواج ما بينكم. حساب سامي عن الزواج، في زواج ما بينك انت والشخص اللي اشتريتي اسمه. حساب عاشقة القصص عن الاسم. في سحر عندك يا حبيبتي هو اللي معطل اسمتك لحد دلوقتي، وكمان في حاجات بتحصل في حياتك بسبب السحر ده. ممكن تحسي بصداع، الام في جسمك، شويه عطلات في حياتك، حاجات بتعمليها وتحسي ان انتي، سوري في لفظي يعني، تحسي انتي يعني، في ناس بتقول على نفسها انا نحس، انا مش ليا حظ الكلام ده، فانتي بتحسي بحاجه زي كده، ولكن هو تعطيل بسبب السحر. علاجك يا حبيبتي هو سورة الزلزلة. هتكتبيها في ورقة، والورقة هتخليها جوه ازازة مية، وتاني يوم هتشربي منها لمدة 10 ايام. كل يوم حتى بعد العلاج هتعملي ايه؟ هتقري سورة آية الكرسي بنية التحصين، ان شاء الله ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة. حساب HA901 عن الرجوع. في رجوع بس بعد وقت مش قريب يعني. حساب سبرايت ترينجل، مكتوب بالانجليش. فلان اسمته مين؟ فلان ده اسمته هتكون من حياة، البنوتة اللي اسمها حياة، لان هو بيحبها مش بيحب البنوتة التانية. حساب انثى حطمها القدر عن الرجوع، في رجوع ما بينكم. حساب روعة محمد عن الزواج، في زواج ما بينكم. حساب المدمر القاتل محمد عن اسمتها، في اسم الجواز ما بينكم، احتمال يكون في خطوبة على اواخر السنة بإذن الله. حساب عالم ابل بتقول هل في خطوبة ليا الفترة دي؟ لا يا حبيبتي مفيش خطوبة الفترة دي، لسه بدري. اسمتك كمان هتكون من شخص غريب مش من العيلة. حساب ضحى حجاج، مكتوب بالانجليش عن الاسم، في اسم ليكي قريب من الشخص اللي في بالك، الشخص اللي في بالك هو اسمتك في الزواج. حساب علي مكتوب بالانجليش عن الزواج، في زواج ما بينكم بس مش السنة دي، واحتمال يكون السنة الجاية. حساب حبيبة ماما عن الاسم، مفيش زواج السنة دي، ومفيش عندك سبب لتأخير الزواج، يعني اسمتك هتجيلك في اي وقت. حساب فوفو عايزة تسأل عن نوع الجنين، حبيبتي فيكي بنوتة ربنا يقومك بالسلامة. حساب امجد البصراوي، السؤال عن الحمل. هو في عندك مشكلة طبية، يعني انتي ما فيش عندك لا سحر ولا حسد ولا تلبس ولا اي حاجة روحانية مأخرة الحمل. اللي مأخر الحمل عندك مشكلة طبية، يعني لازم تروح الدكتور تعملي فحوصات تحاليل وتشوفي ايه هي ايه الحاجات اللي هتاخديها او ايه هو العلاج اللي هتاخديه، وتمشي عليه بانتظام، وتكوني ملتزمة مع او متابعة مع دكتور او دكتورة طبعا. في بلاد برا طبعا بيبقى فيه دكاترة. ده هتابع معاه لحد ما يتم حمل باذن الله، لان المشكله اللي عندك طبيه محتاجه علاج ادويه مش روحاني. ده كان اخر اسم معايا. اللي ما سمعش اسم الفيديو ده طبعا هيسمع اسم الفيديو الجاي، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.